ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده كده روتين في المطبخ. طبعا انتوا شايفين منظره، بصوا عامل ازاي. بقالي 4 5 ايام كده ما بعملش فيه اي حاجه. يعني لو هعمل الغدا اعمل الغدا واطلع وخلاص. بتبقى ايام بقى بغسل المواعين بصراحه وساعات بسيبها لتاني يوم لاني ببقى تعبانه جدا، فايه ما بقدرش يعني ان انا اكمل باقي المواعين. يعني نتغدوا، والمفروض ان احنا اساسا اللي انا بعمله اقضي اليوم بتاعي كله سواء فطور غدا عشاء، واجي بالليل خالص اخلص المواعين. يعني مطبخي كده ابات يبقى رايق، يعني عشان اقوم الصبح اشوف هعمل ايه، والمطبخ يبقى نظيف حواليا. بس بصراحة من ساعة الموضوع الحمل والكلام ده مش قادرة ان انا اعافر واقوم واعمل والكلام ده، يعني ما بقاش فيه صحة زي الاول. بس هي ان شاء الله فترة وهتعدي. فقلت بقى بما اني كمان الجو حر جدا جدا في المطبخ عندي، قلت لازم افتح بقى البلكونة هي تهوي شوية مع الشباك. ففتحت البلكونة، وسعت لها كده شوية من عند التلاجة، لان انا كنت زنقة التلاجة بالتربو على باب البلكونة. يعني لو كنت ما كنتش اعرف افتحهم، يعني قصدي. فزقيت كده التلاجة شوية كده لبره، وقلت اما هوي الشقة شوية برضك، لان حاسة ان المطبخ عندي مكتوم جدا، مع ان في شباك بس حاساه مكتوم. فتوكلت بقى على الله وقلت لا، اما بدهاش بقى، انا مش هسيب المطبخ بتاعي يضرب يقلب كده بالمنظر ده. قلت عافر كده معايا حبة حبة، مش هاخد مثلا الحاجة مش هعملها كلها مرة واحدة. يعني في الفيديو كده انا مش عاملاه كله كده مرة واحدة، لا كنت بعمل حاجة مثلا صغيرة وارتاح شوية، الاقي نفسي تعبت اقعد شوية كده، يعني مش عاملاه كله مرة واحدة. اول ما دخلت بصراحة المطبخ حسيت ان هو اهم على قلبي الحاجة كتير، حاسة ان الحاجة حواليا كتير جدا ومش عارفة اعمل حاجة. وحتى لو تلاحظوا انا عمالة الف حوالين نفسي، مش عارفة انا بعمل ايه ولا بشيل ايه ولا بحط مكانها. فكنت متضايقة جدا اساسا من منظر المطبخ، مع اني يعني كنت بنضف. مش هقول لكم ما بنضفش خالص، يعني مش للدرجة. لا كنت مثلا بنضف بغسل مثلا المواعين، بس مش فاهمين مش كده. يعني ممكن اكلسن على مثلا البوتاجاز ما اغسلوش بال3 ايام كده من التعب. يعني والله العظيم بحب قوي ان انا اغسل المواعين واحب الرغاوي واحب الكلام ده، بس انا حرفيا تعبانه. فهو ده بس اللي كان مخليني مش عارفه اعمل اي حاجه والله. ولحد الان تعبانه، بس يعني الحمد لله احسن من الاول بكتير. فقلت طالما يعني رايقه النهارده ومفيش حاجه، مفيش تعب، مفيش ضغط عالي، يعني الحمد لله. يعني يا رب يديمها عليا لحد ال9 شهور. فقلت لا، اقوم بقى اشد حيلي شويه في المطبخ، عشان المنظر ده مش لطيف يعني. فابتديت بقى زي ما قلت لكم، فتحت البلكونه عشان تدخل هوا، تيار هوا كده مع الشباك وتعمل هوا في الشقه لان الجو حر. وكمان عايزه ادخل فيها كراسي الترابيزه، لان ال4 كراسي حاساهم زحمين الدنيا برضو كتير، والترابيزه مفتوحه على اخرها. فانا كنت عايزه الم الدنيا شويه يعني. عايزاها سيمبل، حاجه سيمبل كده صغيره. المهم انا كده كنست الارض وشلت السجاده ولميت بقى الزباله بقى اللي كانت في الارض والحاجات اللي انا مش عايزاها والكلام ده. وكمان سويت المواعين، هي دي حبه المواعين اللي كانوا عندي. مع انه والله يعني ماما لما بتيجي بتغسل لي، محمد ربنا يستره يا رب، لما يلاقيني تعبانه مثلا يقوم بس يغسل يروق، يعني ربنا يديله الصحه يا رب والعافيه. بس في غسيل المواعين حتى لو اي حد غسلها لي ما ببقاش فاهمين، ما ببقاش حاسه ان الدنيا نظيفه. مع اني غسل المواعين سواء ماما سواء اي حد، ما بحسش برضو ان الدنيا نظيفه. انا بقى لما باجي اغسل مثلا مواعيني عارفه ده بيتحط فين وده بيترص فين وده مكانه فين. بغسل الرخامه كويس جدا بعد مثلا ما بغسل المواعين، فانا عارفه ان الدنيا عندي بتتظبط ازاي. فلما يجي مثلا حد غريب او حتى جوزي ما بيعرفش في المطبخ، ما يعرفش الحاجه دي انا شايلاها فين ولا حاطه فين. فاللي بيغسل كده ويحط كده عشوائي يعني. فبحس ان هي الدنيا بتتكركب اكتر، يعني بدل ما بيلم لا بحس ان الدنيا بتتكركب. فعشان كده بقى تحسوا ان المواعين عندي كتير، لاني بقالي يومين 3 كده ما بغسلهاش. اللي هو مثلا بعمل الغدا مثلا واشطفها، انما ما بدعكهاش بقى، اللي هو الدعيك اللي انتوا شايفينه بقى دلوقتي ده. لا، او محمد والله ربنا يرضيه يا رب، يفضل يقول لي ادخل اعملها لك، ماما تتصل بيا اجيلك اعمل لك، اقول لهم لا ما عنديش مواعين. وبيبقى عندي، بس انا اللي عايزه
اعمل الحاجه بنفسي يعني قلت ايه ان شاء الله ربنا يقويني وهقوم على المطبخ افرمه كده. فلحد ما ربنا اداني الصحه وقمت كده زي بقى ما انتم شايفين وخدته كده ايه حته حته. بقالي كتير كمان ما سيقتوش من ساعه العيد كمان ما تسيقش، فقلت لا لازم ايه اقوم بقى عليه شويه او يبقى معايا نضيف 3 4 5 ايام اسبوع بالكتير قوي يبقى نضيف، ما بقاش شايله هم كده على قلبي. يعني انا المطبخ بالذات عندي لما يبقى مثلا مش نضيف بيبقى هم كده على قلبي، بصحى كده من النوم ببقى مخنوقه. ف خلاص هو دلوقتي بقى نضيف يعني يا دوبك. هشد حيلي بقى ان شاء الله بعد الغدا كده. هما بيبقوا طبقين 3 اغسلهم كده على طول مع الحله مثلا اللي انا طبخت فيها، فالدنيا معايا هتبقى رايقه. والارض طبعا مش هسيقها كل يوم، يعني ان شاء الله كده اسبوع اسبوعين تاني عقبال ما تتسيق تاني باذن الله. بس كده دخلت بقى على المواعين زي ما شفتوا. اكلتها والحمد لله يعني خلصتها. وقلت بقى الكاتل لازم اطهره بقى من جوه عشان بغلي فيه ميه للرحيم عشان اعمل له سريلاك الحاجات دي. فحطيت كده حوالي ربع كوبايه ميه مع حبه خل، يعني ربع كوبايه خل برضك، وبسيبهم يغلوا لحد ما الكاتل يطفي لوحده. وبعد كده خلاص لو في اي رواسب تحت في اللي هو قاع الكاتل بتروح مع الدعك بقى بعد كده، فبتروح خالص يعني. فبصراحة على طول بعمل الحكاية دي. وكمان قلت ادعكه من بره لان شكله ما كانش عاجبني او ما كانش لطيف، من اللي هو مثلا عارفين انتوا الحاجات اللي بتبقى في المطبخ دي بتبقى لازم تدعك كل شوية، لان تحسوها كده بتعمل طبقة زيت، مش عارفة طبقة ايه بصراحة، بس بتعمل حاجات كده ايه مش حلوة. فقلت بقى ايه خلاص طالما انا دخلت المطبخ ونويت ان انا اروق المطبخ فهروقه بقى من كل حاجة. خدت الكاتل زي ما شفتوا غسلته ودعكته ونضفته، واي حاجة بقى كانت مليانة مية او انا مليها مية وسايباها فضيتها برضك ودعكتها كويس جدا. واي ازازة برضك عندي كانت مليانة مية وسايباها على جنب فضيتها ودعكتها ومليتها من اول وجديد، بحيث ان مفيش حاجة عندي تبقى مركونة، يعني يبقى كله لو مثلا هستعملهم بكرة بعده الكلام ده يبقى ايه الحاجة ايه مش مركونة عندي. هنا حتى الاكواز دي مش عارفه اسمها اكواز كوز يعني ولا شفشق، مش دماغي مش مجمعه اسمه بصراحه. كنت بملاهم ميه لان ساعات الميه عندي بتقطع. لما الكهرباء تقطع عندي الميه تقطع، لان انا عندي اللي بيطلع لي الميه موتور، فالموتور ده بيشتغل بالكهرباء، فلما الكهرباء بتقطع كمان عندي الميه بتقطع. فبصراحه بحب املي مثلا الحاجات دي اخليها عندي على رخامه، بحيث ان الميه قطعت في اي وقت وانا مستعجله مثلا على الغدا وعايزه اعمل غدا او عايزه اعمل ايا كان يعني. بتبقى عندي ميه موجوده يعني. وكل يومين او كل مثلا ما بدخل المطبخ بغير لها ميه، يعني بكب الميه القديمه قصدي واملاها ميه نظيفه يعني. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت المواعين كلها وخلصت كل حاجه، يعني حرفيا ما سبتش عندي معلقه مش نظيفه، خلصت كل حاجه. وبعد كده بقى شلت اي حاجه على الرخامه عشان هبتدي ان انا اغسلها، وكمان هغسل السيراميك اللي هو فوق الرخامه ده عشان حسيت برضو ان هو حاسه ان هو مدهن مع اني ما فيهوش حاجه، بس برضو طالما عملت حمله نظافه بقى تبقى حمله نظافه ايه على الكل. هنا كنت خلاص خلصت الرخامه ودعكت السيراميك بقى اللي فوق. بعد كده نشفتها كويس جدا ورصيت بقى اللي هي ايه الحاجس اللي انا بحطها على الرخامه. بس قبل ما ارصها كنت غسلاها، يعني غسله طقم التوزيع ده كله وغسله الصواني، وكمان غسلت معاكم الكاتل معاه ده بيت البهارات ده. هو نظيف ما فيهوش حاجه، بس عايزه ايه في مره كده ان شاء الله اكون رايقه افضيه كله واغسله من بره ايه ومن جوه. بس هو نظيف، فبصراحه ما كنتش قادره ان انا افضي واعمل واعبي من اول وجديد والكلام ده فسبته. هنا بقى انا دخلت في النص التاني من الرخامه. المجات دي كانت متعلقه بقالها مده يعني محدش بيستخدمها، فنزلتها وغسلتها ورصيتها تاني مكانها وشلت بقى الخلاط وابتديت برضو ان انا اغسل الرخامه بالسيراميك اللي هو فوق الرخامه الناحيه التانية. بس هغسلها وبعد كده هشطفها وهمسحها كويس جدا وهرجع الحاجه اللي كانت مرصوصه عليها، يعني اللي هو طقم المجات والخلاط، بس هما دول اللي انا حطاهم في الحته دي لان الرخامه من هنا صغيره شويه. كنت بصراحة عايزة بعد ما خلصت ومسحت ونضفت الدنيا كنت عايزة اشيل الاستيكر اللي هو الاسود بتاع اللي انا حطاه على الرخامة ده، بس
قلت على ايه يعني، حسيت شكله ما بقاش لطيف، بس قلت لا يقعد معايا كده شويه كمان. عندي الستيكر الابيض والله، بس ما فيش حيل ان انا اقف اركبه، بياخد مجهود كتير ووقفه كتير جدا، فما فيش حيل ان انا اركبه. فقلت ان شاء الله يعني كده لما اكون في السابع او في الثامن ابقى اعمله، او لما الدنيا تطري كده شويه، يعني ندخل في الشتاء، يعني شهر 10 شهر 11 الكلام ده، لان الصيف بيعلي عندي الضغط. الحر وحش قوي للناس اللي عندها الضغط، وكمان اللي عندهم جيوب الانفيه الحر وحش جدا 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 ليهم، فانا عندي الاتنين يعني الحمد لله على كل حال. فاستنى بقى شويه كده وهبتدي ان انا ايه اغير في المطبخ. هنا كنت خلاص خلصت الرخامه والحمد لله، ما كنتش مصدقه نفسي والله العظيم ان انا خلصت حاجه من الحاجات الكبيره اللي في المطبخ. هنا بقى ابتدي اخش على البوتاجاز بتاعي، اول مره والله العظيم يوصل للمرحله دي بجد، واقسم بالله منظره ما كانش حلو خالص، ومحمد ما بيعرفش يعمله بصراحه، ولا حتى ماما ولا الكلام ده. بحس اللي بيعمله بيجلطوا، يعني عارفين انتوا اللي هو بيبقى فيه كده مش عارفه تجليط ولا مش عارفه بصراحه بيسموها ايه يعني، بس ما بيبقاش ايه نضيف خالص، يعني بيحسوا ان هو برضو بيتوسخ اكتر. فلازم كده انا اعمل حاجتي بنفسي وبايدي عشان ايه احس بالنظافه كده وبالرغاوه والكلام ده. اول حاجه كده انا جبت السلكه اللي كنت بدعك بيها الحوض، فدعكت بيها اول مره عشان بس ايه تنضف معايا، عايزاه يوصل لمرحله ايه حلوه شويه عشان ابتدي ادعكه. وبعد ما نضفته غيرت السلكه طبعا، جبت سلكه جديده وحطيت كلور وحطيت صابون، لان انا ما عنديش منظف بوتاجازات والله، وحتى لو عندي منظف بوتاجازات انا بكسل احطه. بحس ان الصابون والكرول بينضف اكتر يعني. فغيرت كده السلكة وابتديت ان انا ادعكه تاني من اول وجديد عشان ينضف بس معايا. وايه والكرول بصراحة بيديله لمعة، بحس اللي هو الصاج بتاع البوتاجاز ذات نفسه بيلمع. وانا بدعكه جه في دماغي ان انا افك الصاج عشان انضف اللي تحت، لان لما بشيل العيون الصابون بينزل تحت يعني في البوتاجاز. فجيت في دماغي بصراحه ان انا افكه، بس ايه قلت لا بلاش النهارده، اخليها ايه يوم تاني كده، ايه اكون عامله تنظيفه كده للبوتاجاز ذات نفسه كله على بعضه، وهعمله ان شاء الله. بس بعد كده بقى دخلت على الشيش البلكونه، لان بقالها كتير مقفوله، فكانت لما تراب كتير جدا، فقلت ايه اكنس كده التراب بمكنسه الجاروف. التراب بينزل بعد كده برش اي حاجه عندي، ملمع ازاز ملمع خشب اي حاجه، وبنضف بيها. فنضفت كده اللي هما الضلفتين مع بعض، وحتى الشيش اللي بره عملته بمكنسه الجاروف. الكلام ده قبل ما اسيق الحته الصغيره دي، هي دي الحته اللي فاضيه عندي في البلكونه من الناحيه دي. فبصراحه انا مفضياها بحيث ان انا لو ما افتح البلكونه يبقى ايه البلكونه تفتح وتقفل معايا ايه عادي براحتها يعني. بس هنا ابتديت ان انا امسحها كويس ومسحتها، والحمد لله عندي بقى البلكونه الناحيه التانية مش متطربه بصراحه، من ساعه لما جبت اللي هو الحصيره الخضراء اللي انتوا شايفينها دي وفرشتها عندي في البلكونه، ما بقتش بتتطرب يعني الحمد لله. بس بتلم وبره كتير بقى، بتلم وبره كتير جدا، فعايزه كل شويه ايه ايدي فيها. فبصراحه برضو بقالي اسبوع كده ولا اسبوعين متكركبه خالص وكلها على بعضها يعني، فان شاء الله هبقى اعملها ايه وقت تاني. بس بعد كده بقى خلاص دخلت كرسيين دخلتهم فعلا البلكونه. كرسي حطيت عليه القله بدل ما هي محطوطه حمو حطيتها لي عندي في المطبخ معرفش ليه، فقلت ايه احطها له بقى في البلكونه، بما ان ايه باب البلكونه بقى بيفتح يعني، فلو عايز يشرب منها يبقى ايه يفتح باب البلكونه. بس بعد كده سيقت المطبخ تسييقه نظيفه، وهرجع بقى الترابيزه، هحط بس كرسيين، والكرسي اللي هو التالت اللي هو ناحيه التلاجة هناك ده هدخله برضو البلكونه. بس وفرشت السجاده وطبقت بقى ايه الترابيزه كده على قد ايه كرسيين بالظبط، لان محدش بيدخل يقعد عندنا في المطبخ، محدش فينا انا مثلا في اهل البيت اللي قاعدين في البيت محدش ما بندخلوش نتغدى جوه ولا اي حاجه. فممكن بقى ايه حطيت الكرسي، ممكن بقى وانا بشرب اي حاجه، وانا بعمل غدا، وانا بعمل عشاء، وانا بعمل فطار ممكن انا اقعد افطر مثلا في المطبخ انا ورحيم. غير كده محدش بصراحه ايه عندي بيدخل المطبخ. هنا بقى كنت خلاص خلصت المطبخ والحمد لله ربنا اداني الصحه منين معرفش اقسم بالله. فالحمد لله ان انا وصلت المطبخ للدرجة دي، فحاجة حلوة يعني الحمد لله ربنا سترها معايا اليوم ده.
فهنا بقى كنت خلاص خلصت، حتى علقت على الغدا وانا بعمل المطبخ وكده. بعد ما غسلت البوتاجاز علقت بقى ايه على الغدا، عملت مكرونه وعملت كمان صلصه. فقلت اول بقى ما محمد يطلع هطلع البانيه من التلاجة وهقليه على طول. انا حطاه متبل في التلاجة، قلت عشان ايه ما يتقعش فيه حاجه ولا الكلام ده. ما فاضلش بس في المطبخ غير التربو. حاسه ان التربو مكركب كله كده على بعضه، في حاجات بستعملها وحاجات ما بستعملهاش في التربو يعني. فيوم كده ان شاء الله اكون رايقه هبقى انضفه. عندي بقى بقيه الشقه الحمد لله نظيفه، اوضه النوم نظيفه، الحمام لسه دعكاه، والصاله كمان نظيفه، لان قبل ما ادخل المطبخ اعمله كنت مخلصه الصاله. بس كده الفيديو يكون معايا خلص، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.